في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الجزائر الثقافي والمعماري، تألق الجناح الجزائري في معرض إكسبو 2025 المقام بمدينة أوساكا اليابانية، حيث حصد الميدالية الفضية عن فئة أفضل تصميم خارجي. هذا التتويج ليس مجرد جائزة، بل هو اعتراف دولي بالإبداع الجزائري وقدرته على الجمع بين الأصالة والحداثة. الزائر للجناح الجزائري لا يرى فقط مبنى معاصر، بل يكتشف رؤية فنية متكاملة. الواجهة مزينة بزخارف دائرية مستوحاة من الزليج الجزائري، ذلك الفن التقليدي الذي يعكس عبقرية الحرفيين الجزائريين عبر العصور. الزليج هنا لا يستخدم كعنصر زخرفي فقط، بل كرمز لهوية ثقافية متجذرة تتناغم مع خطوط معمارية حديثة تعكس طموح الجزائر نحو المستقبل. الآلاف من زوار المعرض توقفوا أمام هذا الجناح المميز، منبهرين بتفاصيله الدقيقة وألوانه المتناغمة ورسالته العميقة. لقد رأوا في هذا الفضاء أكثر من مجرد هيكل معماري، رأوا وطناً يروي قصته، يفتخر بتراثه، ويقدم نفسه للعالم بثقة وابتكار. هذا التتويج لم يأتي من فراغ، بل هو ثمرة جهود مهندسين ومصممين وفنانين جزائريين آمنوا بأن الجزائر تستحق أن تكون في الواجهة، وهو دليل على أن الإبداع الجزائري قادر على المنافسة في أكبر المحافل العالمية، وأن صوت الجزائر يمكن أن يسمع من خلال الفن والثقافة والجمال. إلى كل من يشكك في قدرات الجزائر، هذه هي الإجابة. نحن لا نكتفي بالمشاهدة، بل نصنع الحدث، نشارك، نبدع ونفوز. فلنشارك هذا الفخر، ولنظهر للعالم أن الجزائر ليست فقط تاريخاً مجيداً، بل أيضاً مستقبل واعد. تحية لكل من ساهم في هذا النجاح. إذا أعجبك هذا الإنجاز، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلك كل جديد عن الجزائر وتألقها في العالم. اكتب لنا في التعليقات ما رأيك في تصميم الجناح الجزائري، وهل ترى أن الجزائر تستحق المزيد من التقدير الدولي؟ شارك هذا الفيديو مع أصدقائك، ودعونا ننشر فخر الجزائر في كل مكان.